كيفيه وزنة السقف. كيفيه وزنة السقف بمعنى ايه؟ بمعنى التأكد أن خشب السقف تم تطبيقه على ارتفاع معين من الشرب أو من منسوب تشطيب الدور الأرضي. الدور هنا في ماونتن فيو اللي احنا فيها دي ارتفاعه 3 متر. ارتفاعه كام؟ في 20 سم رقة خرسانة وفي 10 سم تشطيب، يبقى ارتفاعهم كام؟ 30 سم. من 3 متر يبقى 72. حلو الكلام. يبقى دلوقتي الخشب ده بيتطبق على ارتفاع كام يا هندسة؟ 2 متر 70. 2 متر كام؟ من منسوب التشطيب اللي تحت. طب أنا عندي شرب يرتفع متر من التشطيب. يرتفع متر بكام؟ يبقى احنا بعد الشرب المفروض يتفضل كام؟ متر 70. حلو انت اللي قلت اهو. متر كام؟ 70. تاني الارتفاع العام للسقف 3 متر. 2 متر 70 ده الفارق. في 20 سم تشطيب وفي 10 سم خرسانه. طيب لما اعمل شرب على ارتفاع متر يتفضل لي كام من 2 70 متر. الراجل اللي معايا واقف على الشرب بالمنظر اللي قدامي كده. الناس تقول لك بقى انت لما بتيجي تعمل شرب بتعمله فين؟ الشرب ده انا برحله للدور الاول والثاني والثالث والرابع. ممكن تعمله في الاسانسير. تمام؟ في مكان مفتوح. واللي ظهر قدامك ان المكان مفتوح اهو عشان لما نيجي للدور الثاني والثالث نفضل اللي احنا نرحله لفوق. فاحنا هناخد قرايه على الشرب. خد قرايه كده يا باشمهندس. الشرب ده كان ثابت معايا عشان ثبت اس او جي بعد كده. تمام. شغل الميكانيكا والتشطيب. خد قرايه على الشرب. خد قرايه على الشرب. لا متر 70 ده الفارق اللي باقي من ارتفاع الشرب لحد خشب التطبيق. احنا هناخد قرايه دلوقتي. هناخد قرايه على الشرب. هناخد قرايه على الشرب. 3/19. 3/19. اطلع هندسه. 3 كام؟ حد يطلع الآلة الحاسب اكتب. 3/19 دي القراءة الكلية. منين؟ من الميزان على ايه؟ على الشرب. على الشرب. 3/19 من الميزان على الشرب. 3/19 ناقص متر 70. ناقص كام؟ بتاعت ايه المتر 70؟ هي رد عليها مصطفى. بتاعت ايه؟ الفارق. بتاعت ايه؟ طب حط لنا القلم يلا. عليك هنا كده. انت قلت ناتج الطرح كام؟ تعالوا هندسه. ناتج الطرح كام؟ طب افتح كده هندسه. افتح كده. متر 49. قاري كام يا هندسه؟ ايه بص بقى. احنا المفروض نقرا كام يا باشمهندس محمد؟ متر 49. جت ازاي؟ 3/19 ناقص متر 70. لان انا عندي الشرب تحت مزودين عليه بلس متر. يبقى متر ومتر 70 2 كام؟ 70. احنا دلوقتي عايزين نقرا متر 49 ده القراءه المطلوبه. هنشوف بقى قرينا كام؟ متر 49 بالظبط. متر 49. يبقى الحته دي موزونه. يبقى الخشب كده محطوط على ارتفاع كام يا هندسه؟ مظبوط كده. على ارتفاع كام؟ 2 متر 70. 2 متر 70 منين؟ من التشطيب. ومن الشرب متر كام يا استاذ ابو بكر؟ متر 70. خلصنا دي. يبقى الباكيه دي خلاص. طب لو انا قريت متر 50 القراءة عكسية. متر 50 كده تبقى الحتة دي منخفضة. أقول للراجل اللي تحت كده معاه الأرقام. يعني سنتيمتر فتحة الطرابيش وعالي. طب لو احنا قرينا متر 48 47 أو 48 مظبوطة لأن السقف لسه هنحط عليه حديد فهينزل السقف. واخد بال حضرتك؟ فمش فارقة معايا. طب متر 47 دي كده عالية 2 بيطلع هو بيفيق الطربوش والنازل وبيبقى معاه عتلة يفضل يخبط فينا هندسة هنا. طب اقرا لنا كده هندسة. روح في أي مكان كده باكية ثانية. ايه اقرا كده. القراءة المطلوبة كام؟ متر 49. طب خليك معايا بقى. لو احنا قرينا متر 45 متر 45 ده تخبيط. عالية ولا واطية؟ عالية. عالية قد ايه؟ عالية 3. عالية 4. متر 45 من 49. عالية 4. انت عايز تسيب سنتي بقى عالي. ده ذكاء منك عشان ايه الحديد اللي هينزل يوطي لك الايه السقف. مثلا لو انت عايز تحسبها على متر 48 كام دلوقتي؟ ده متر 39 عشان دي رقه اعلى من السقف بقى بيبقى فيه رقات. السقف رقات بكيات. يعني ايه؟ بيبقى فيه حتت عاليه 10 حتت واطيه 10 في 15. واخد بال حضرتك؟ اوتوماتيك المطبخ والحمام بيبقى واطي. واخد بال حضرتك؟ المفروض انا بعرف دي في اللوحه. احنا عارفين ان ال 10 سم ده فرق رقه. يعني هي دلوقتي متر كام؟ 39 دي مظبوط. خد لي تاني ورا. شوف هتقرا كام؟ لا نفس المكان ده احنا عايزين الميزان اللي يقول. ده انا بشيك على السقف
وحالا النجار هيفضل موجود، هيعلي الوطي، لازم يكون معاك موجود تقول اعلى هنا سنتي وطي سنتي، لا ده تمام الله ينور، وهكذا. دي وزنه السقف. الحركه بس كام يا هندسه؟ متر 44. متر 44 كده عاليه اهو، ده لسه عايزه تتظبط بقى. متر 44 عاليه كام؟ 5. غيره. روح يا هندسه، روح معايا يا هندسه، روح معايا. اطلع انت بقى يا هندسه، اطلع هندسه، انا بخلي وراك. اطلع يا استاذ تديني وراك. غيره. بالك تمام. ده كده وزنة السقف، يعني باختصار ان احنا بنتاكد ان الخشب يتطبق على ارتفاع متر 70 من الشيل، ومن التشطيب 2. اللي عايز أي أسئلة يا جماعة؟ اللي عايز يسال في حاجه يسال. لا لا هنا السقف في حاجه اسمها في حاجه اسمها السقف